أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً دائماً سرمداً، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث هدى ورحمة ونوراً للعالمين محمد وعلى آل محمد. مشاهدينا الأكارم، متابعينا في كل مكان، أحييكم من رحاب سيدي ومولاي أبي الفضل العباس عليه السلام. نلتقي وإياكم وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. نحن وإياكم نجتمع هنا في هذه الرحاب المقدسة على مائدة القرآن الكريم لنتعلم من هذا المعين الصافي فنغترف ونرتوي. نعم أيها الأحبة، نحن وإياكم في هذا البث المباشر مدعوون لساعة نكون فيها مع القرآن الكريم وفكر القرآن، وكذلك فكر أهل البيت عليهم السلام. إن المحفل هذا المبارك الذي يقام في كل جمعة والذي يتجدد فيه اللقاء معكم أيها الأحبة لنكون في هذه الرحاب ونكون مع القرآن في ساعة إيمانية، نترك كل شيء لنكون مع القرآن الكريم وفكر أهل البيت عليهم السلام. نلتقي وإياكم اليوم أيضا، وإن شاء الله ستكون لنا محطات جميلة، بدايتها مع القرآن ووسطها مع القرآن وختامها مع القرآن وفكر القرآن إن شاء الله. أيها الأحبة، نجتمع وإياكم في هذه الرحاب المقدسة من خلال محفل عرش التلاوة، هذا المحفل المبارك والذي يقيمه مركز المشاريع القرآنية التابع لمعهد القرآن الكريم، وهو يعود بانتمائه لهذا النبع المتدفق، أعني العتبة العباسية المقدسة، هذا النبع الذي تفجر من جود سيدي ومولاي صاحب الفضل صاحب العطاء سيدي ومولاي أبي الفضل العباس عليه السلام، الذي قدم لله كل شيء، فأبى الله إلا أن تكون هذه الرحاب المقدسة فرصة للمؤمنين، وأن تكون مهبطا للملائكة يجتمع المؤمنين فيها ليكونوا مع القرآن الكريم والعترة الطاهرة. البداية إن شاء الله ستكون مع قارئ جاءنا من تلك الرحاب وتلك الرياض المقدسة من حيث القرآن الناطق، من رحاب سيدي ومولاي أمير المؤمنين، حاملا ذلك الشذا لهذا الشذا، فالتقى الود والأمان والسلام في هذه الرحاب المقدسة. سنكون وإياكم مع قارئ العتبة العلوية المقدسة القارئ السيد هانئ الموسوي، إن شاء الله سيصحبنا بتلاوة بالطريقة العراقية، تلاوة جميلة إن شاء الله. ننتظر وإياكم أن نفتح نوافذ قلوبنا وأن نتأمل في معين القرآن الكريم وعبر القرآن الكريم، وكل هذا يكون بعد أن نرفع أصواتنا بالصلاة على الحبيب المصطفى وآل بيته الكرام. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم
فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله
وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت وطيب الله لك الأنفاس على هذه التلاوة الجميلة، وإن شاء الله في ميزان الصالحات من أعمالكم. أحسنتم كثيرا سيدنا على هذه التلاوة الطيبة العطرة، وفعلا حملت لنا الشذا الطيب من جوار القرآن الناطق. نسأل الله تعالى أن يعطيك خير الأجر في الدنيا والآخرة، وإن شاء الله تكون ممن يحصل على أجر تلاوة القرآن. أيها الأحبة، عودنا هذا المحفل وهذا المشروع المبارك على تقديم النماذج الإيمانية القرآنية المباركة. شاهدنا الكثير من براعم مشروع أمير القراء الوطني، كان لهم حضور متميز في محفل عرش التلاوة، هذا المحفل المبارك، واستمعنا لحناجرهم الندية وهي تتلو القرآن الكريم، تتلو القرآن الكريم وتجود علينا بأعذب التلاوات. معهد القرآن الكريم اهتم بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا، وكذلك بيانا وتبيانا لمعانيه السامية، حتى يكون نهج قرآني إيماني يسير به المجتمع إن شاء الله. والمجتمع الذي يسير بفيض القرآن الكريم هذا مجتمع قابل للنماء والزيادة، وأن يكون مجتمعا إن شاء الله يسير نحو الفلاح، النجاح في الدنيا والنجاح في الآخرة إن شاء الله. اليوم معنا إن شاء الله فقرة إضافية جميلة أيضا تضاف لهذا المشروع المبارك بعد فقرة البيان والتبيان لآيات الله البينات، وهي مشروع الحفظ. معنا اليوم إن شاء الله سنستضيف حافظ، والبداية معنا أستاذ لهذا الحفظ والذي سيتحدث لنا عن مشروع حفظ القرآن الكريم، يتحدث لنا عن بعض مهارات الحفظ، وإن شاء الله في الأيام القابلة تكون فرصة أكبر للحديث عن هذا المشروع. إذن معنا الأستاذ مصطفى سعدون. حياكم الله أستاذ مصطفى، وأهلا وسهلا بك في عرش التلاوة. حياكم الله أستاذ، شكرا على الاستضافة، والله إن شاء الله يكون مشروع مبارك واستضافة نوعية إن شاء الله. إن شاء الله. ومعنا البرعم الذي تشاهدوه الآن أمامكم، هذا البرعم المبارك الجميل، وهو يحفظ إن شاء الله نصف القرآن الكريم، الحافظ محمد رضا سلام. حياك الله وأهلا وسهلا بك. إني الحافظ محمد رضا سلام من محافظة كربلاء، أحد غلبة وحدة التحفيظ في العتبة العباسية المقدسة. أحفظ نصف القرآن الكريم من الجزء الأول إلى الجزء 12 والجزء 18 و19 وال20. وإن شاء الله ببركة القرآن الكريم وببركة هذه الرحاب المقدسة، وكذلك دعوات المؤمنين ممن اجتمع هنا وممن يشاهد الآن، إن شاء الله نراك وقد أتممت حفظ القرآن الكريم. أستاذ مصطفى، حدثنا باختصار شديد عن مهارات الحفظ. نعرف أن الحفظ لوحده هو مهارة ويحتاج إلى جهد كبير، لكن هناك مهارات إضافية مع الحفظ. نعم أستاذ مصطفى، هو يعني مجموعة، أحد طلاب مجموعة اللي دربناهم على بعد إتقان الحفظ النصوص القرآنية، دربناهم على مجموعة من المهارات. فمثلا أنت من تسأل الحافظ في أي آية راح ينطيك أولا رقم الصفحة، وبعدين راح ينطيك اسم السورة، وكذلك راح ينطيك رقم الجزء. هاي المهارة نقدر الأولى. انتقلنا بعده إلى مهارة ثانية، الحافظ راح ينطيك عندما تقرأ له أي آية في أي صفحة راح ينطيك أول آية في الصفحة، نعم، بالإضافة إلى رقمها، كذلك راح ينطيك آخر آية في الصفحة مع رقمها. هاي أهم أيضا من المهارات اللي دربناهم عليها. بعدين كذلك دربناهم على مهارة التتابع في أي مثلا تختار أي صفحة، ينطيك مثلا الآية الأولى فقط رأس الآية بعدها وهكذا تتابع. كذلك هسه ذني 3 مهارات اليوم. نعم. وإن شاء الله نعد المشاهد الكريم وكذلك الحضور الطيبين إن شاء الله في قابل الأيام ستكون لنا استضافات أخرى إن شاء الله. الآن خلينا نشوف جزء من المهارات. أنا بين إيدي مصحف شريف، والآن إن شاء الله سأفتح المصحف الشريف وأسأل من المصحف لأعلى التعيين، وإن شاء الله الحافظ محمد رضا سلام سيجيب. الآية التي
بين يدي الآن تقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. نعم. أولاً صفحة 93 الجزء الخامس من سورة النساء، تبدي: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وتنتهي: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. تقدر تقول لي هاي الآية ايش قد رقمها؟ نعم، رقم الآية 94. تبدي برقم الآية 92 وتنتهي برقم الآية 94. مقابلها تبدي برقم الآية 95: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، وتنتهي برقم الآية 101: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح. ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآن أسأل سؤال آخر أيضا لا على التعيين، وإن شاء الله من 12 جزء الأولى. أحسنت كثيرا. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. نعم. صفحة 131 من سورة الأنعام الجزء السابع، تبدي: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، وتنتهي: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء. رقم الآية ايش قد؟ رقم الآية تبدي برقم الآية 28 وتنتهي برقم الآية 35. والله ما شاء الله. هذا النموذج وهذا الصورة التي نقدمها اليوم تستحق صلاة على محمد وآل محمد بأعلى الأصوات لسلامته إن شاء الله ولتمام الحفظ. أنا أقرأ من المصحف وأجد صعوبة، وهو إن شاء الله يعطينا رقم الآية وكذلك رقم الجزء. الصفحة التي تقابلها بماذا تبدأ؟ إنما يستجيب الذين يسمعون. التي بعدها فقط عذاب القوم الذين ظلموا. التي بعدها وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء. التي بعدها وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم في النهار. التي بعدها وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. التي بعدها وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تتخذ أصناما آلهة. آخر الصفحة. آخر آية. آخر آية. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. رقم الآية 81. إذا أعطيتنا رقم الصفحة والجزء. صفحة 137 من الجزء السابع سورة الأنعام. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على ما شاء الله وتبارك الله. أحبتنا مشاهدينا الأكارم، تشاهدون أننا اليوم نقدم أكثر ما نقدم حافظ يحفظ مع المهارة. الآن نحن نقدم لكم نموذج. هذا النموذج كان مع القرآن الكريم، وهو يبين قدرة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا ما توجه لهدف معين باستطاعته أن يصل إليه، جعل من حفظ القرآن هدفا له. وما شاء الله تبارك الله هو يحفظ ولا يحفظ القرآن فحسب. وتعلمون كم مسألة الحفظ مع الآية مع الصفحة التي تليها، وكان يسبقني في الجواب. فما شاء الله وتبارك الله، وهو جزء من فيض المولى أبي الفضل العباس عليه السلام. ولا بأس لسلامته ولتمام الحفظ إن شاء الله أن نصلي على الحبيب المصطفى محمد وآل محمد. اللهم صل على. وافر الشكر والامتنان لكليكما، للأستاذ الذي أعطى وقدم وهو حافظ للقرآن أيضا، لا يفوتني أن أذكر الأستاذ مصطفى سعدون، وكذلك لمن شرفنا بحضوره المبارك وتشرف بأن يقرأ شيء من القرآن الكريم في هذه الرحاب المقدسة، محمد رضا سلام. سلمك الله يا سلام، وإن شاء الله تحفظ القرآن الكريم تاما. شكرا لكم أيها الأحبة، متواصلين وإياكم من هذه الرحاب المقدسة. وبعد أن قدمنا لكم هذا النموذج الإيماني، وإن شاء الله شبابنا المبارك الحاضر يجعل من القرآن الكريم هدفا ومسعى ومقصدا له في مسيره إن شاء الله نحو الكمال والفلاح في الدنيا والآخرة، وهي تجارة مع الله، تجارة يحصل مع الإنسان على الزيادة في الدنيا والزيادة في الآخرة. إن شاء الله سنستمع وإياكم ونعدكم إن شاء الله في قابل الأيام بالمزيد إن شاء الله من هذه المواهب الجميلة في هذا المحفل المبارك. وإن شاء الله بعد أن استمعنا لموهبة الحفظ وجمال الحفظ، إن شاء الله سننتقل لجمال آخر ليس ببعيد عن الحفظ، وهو آيات مباركات
في التلاوة يتلوها علينا قارئ العتبة العباسية المقدسة القارئ ليث العبيدي، وإن شاء الله يكون مع من اجتمع هنا في هذه الرحاب المقدسة وينتمي لسيدي ومولاي وسادتي وموالي موسى الكاظم وكل أهل البيت عليهم السلام. إن شاء الله سنستمع لتلاوته الطيبة بعد أن نحييه بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت وطيب الله لك الأنفاس يا قارئنا الحبيب القارئ ليث العبيدي. أحسنت على هذه التلاوة، وإن شاء الله تكون من الثابتين ومن أصحاب القلوب الثابتة على القرآن الكريم. أيها الأحبة، لا شك أن التجارة مع الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى توفيق كبير، وممن وفق للتجارة وأن يكون وأن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى هو صاحب المكان وصاحب الجود سيدي ومولاي أبي الفضل العباس عليه السلام، فهو قدم نفسه وكل ما يملك من أجل الدين الإسلامي ومن أجل نصرة الإمام الحسين الذي يجسد معالم الدين بكل سماته وبكل ما فيه. إن شاء الله سنكون وإياكم مع هذا العنوان السامي والذي نحتاج إليه في كل زمان ومكان، ألا وهو التجارة مع الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله نمر على رحاب صاحب الفضل ومن نحن بضيافته سيدي ومولاي أبي الفضل العباس. كل هذه المضامين إن شاء الله ستكون مع فضيلة الشيخ الدكتور منجد الكعبي إن شاء الله، بعد أن نرحب به وأن نحييه بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا له الفداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. في الواقع هذه الآية الكريمة والآية التي بعدها تبين أن هناك تجارة لا نظير لها بين العبد المؤمن وبين الله تبارك وتعالى. تعلمون جيدا أخواني الأعزاء أن كل قضية تجارية فيها 4 أركان إذا جاز القول: البائع، المشتري، وهناك المادة التي يمكن أن تكون هي مادة البيع يعني البضاعة أو المتاع، وهناك الثمن. هنا في هذه الآية الحق تبارك وتعالى هو المشتري. حينما ننظر بعين البصيرة إلى أنه الإنسان إذا أراد أن يشتري شيئا لابد أن يكون بحاجة إلى ذلك الشيء. الله تبارك وتعالى هو خالق كل الأشياء، هو مالك كل هذا الكون، هو مالك لهذا العالم،
لكن يقدم لنا هذا المثال، يقول إن الله اشترى من المؤمنين. المشتري هو الله تبارك وتعالى. من البائع أخواني؟ البائع هو المؤمن. أنت أيها المؤمن، أنت أيتها المؤمنة، ستكون باع علما إلى الله تبارك وتعالى. نحن نبيع إلى الله تبارك وتعالى، سيشتري منا الله سبحانه وتعالى. ماذا سيعطينا الله سبحانه وتعالى في مقابل هذا البيع؟ سيمنحنا الجنة. ماذا يقول؟ بأن لهم الجنة، يعني الثمن الذي سيقدمه الله تبارك وتعالى للمؤمن الذي يتاجر مع الله سبحانه وتعالى هي الجنة. وما أدراك ما الجنة؟ فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على ماذا؟ على قلب بشر. طيب ماذا سنقدم لله سبحانه وتعالى؟ ما هي البضاعة؟ يقول البضاعة هي الأنفس والأموال، أننا نقدم إلى الله سبحانه وتعالى أنفسنا وأموالنا، سيقدم لنا الله سبحانه وتعالى الجنة. طيب طريقة وآلية هذا التقديم ما هي؟ كيفية شلون راح يكون البيع مالنا؟ في أي طريقة؟ بأي آلية؟ بأي منهجية؟ يقول يجاهدون في سبيل الله. إذن مسألة الجهاد في سبيل الله، فماذا؟ فيقتلون. شوف الآلية، جهاد في سبيل الله، فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى من الله بعهده؟ الله سبحانه وتعالى يعدنا، يقول أن هذا وعد علي أنا الذي يتاجر معي، يقدم النفس، يقدم الروح، يقدم الأموال، يقدم ما يملك في سبيلي، في طريقي، في جهاده إلي، سأقدم له الجنة وأنا الشاري. الله تبارك وتعالى هو الشاري منا هذه الأنفس. لا يخفاكم إخواني وأخواتي الأعزاء أن هذه الروح، أصل هذه الروح مرة بحادث سيارة، مرة على الفراش، مرة بفيروس كورونا، مرة يعني الإنسان على كل حال هو ميت. إنك ميت وإنهم ميتون، وقل إن الموت الذي تفرون منه ماذا؟ فإنه ملاقيكم. يعني على كل حال نحن ميتون، سنموت، المصير هو الموت. إذا كان الخاتم صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وفاطمة قد توفوا، فلهذا قالت قال أمير المؤمنين عليه السلام: وإن افتقادي فاطم بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل. الكل ميت، ولكن هنا هذه الروح التي تموت بأي حال من الأحوال، يقول من يقدمها في سبيل الله سأشتريها منه الله تبارك وتعالى. وإذا اشتريت هذه الروح، هذه المساعي، هذه الجهود من هذا الإنسان، فسأعطيه الثمن. ماذا؟ سأعطيه ذلك الثمن سيكون ماذا؟ سيكون الجنة، والوعد الحق من الله. فيقول وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. هذا وعد من الله، وإن الله لا يخلف الميعاد. الله سبحانه وتعالى غير عاجز حتى يخلف، ولا ينسى حتى يخلف، وغير ضعيف حتى يخلف، وغير أنه لا يملك شيء حتى يخلف الميعاد. إذن هو قادر، هو غني، هو يملك، فلا يخلف الميعاد. فيقول وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله؟ هل هناك من هو أوفى من الله تبارك وتعالى بعهده؟ أبدا، حاشا لله. ثم يقول فاستبشروا ببيعكم. أخواني، هناك بشارة لمن يبيع هذه النفس، لمن يبيع هذه المساعي، لمن يبيع هذه الجهود في سبيل الله. يقول استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. هناك بشارة، وبشارة مطلقة، لم يحدد الحق تبارك وتعالى ماهية تلك البشارة. ثم يقول وذلك هو الفوز العظيم. إذن هناك فوز عظيم
يبين بعد هذا الفوز فيقول هناك مجموعة صفات يمتاز بها هؤلاء الذين يبيعون إلى الله تبارك وتعالى. فأولهم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. مجموعة صفات للذين يبيعون الروح، النفس، المساعي، الجهود إلى الله تبارك وتعالى. هذه صفاتهم مع الله سبحانه وتعالى. إذن هناك باقة بين العبد وربه. هناك باقة أخرى في نفس الآية، ثم يقول الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. هذه علاقة العبد المؤمن مع باقي مجتمعه، لابد أن يكون آمر بالمعروف وماذا؟ وأن يكون ينهى عن المنكر. هذه علاقتين، العلاقة الأولى بين العبد وربه، العلاقة الثانية بين العبد ومجتمعه، العلاقة الثالثة يقول والحافظون لحدود الله، الذين يقيمون الإدارة الحقيقية لحدود الله حتى لا يتعدى على حدود الله، حتى لا يتجاوز على حدود الله. إذا تجاوز على حدود الله ستكون هناك الفوضى، يكون هناك الهرج والمرج. ثم يقول وبشر المؤمنين. كذلك هناك بشارات. إخواني الأعزاء، حتى لا نخرج عن الوقت المتبقي، في الواقع هذه الصفات وغيرها تجدها عند سيدنا ومولانا أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، لأنه كان من خيرة من تاجر مع الله سبحانه وتعالى. بأي تجارة؟ تاجر بنفسه الشريفة حينما ذهب إلى ذلك الجيش الذي هو قوامه أكثر من 30,000، وإذا به يزيح ذلك الجيش عن المشرعة ويدخل إلى المشرعة، يدخل إلى الفرات، وهو بتلك الحالة من العطش التي يصفه الإمام عليه السلام، فيقول كان قلب عمي العباس كصالية الجمر من العطش، منقلة جمر متوقد من العطش. دخل الماء. شوف هذا العطاء الكامل، هذه التجارة الكاملة لسيدنا ومولانا أبي الفضل العباس، كيف نرتشف منه، كيف نستوحي منه ذلك العطاء وتلك التجارة. يدخل إلى الماء، أحس ببرد الماء، أراد أن يشرب الماء، أخذ الماء بكفيه الشريفتين، رفع الماء وتذكر أن الإمام المعصوم المفترض الطاعة السيد الأكبر أبي عبد الله الحسين عطشان. قال كيف أشرب الماء وأخي الحسين عطشان؟ فإذا به ينادي يقول يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، تالله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. فيتوجه أبو الفضل العباس عليه الصلاة والسلام بتلك الروحية لأن يرمي الماء من بين كفيه ليخرج لينصر الحسين عليه السلام بقربة ماء يأخذها إلى عيال الحسين، لأن المهمة كانت له أن يستنقذ عائلة الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فخير من تاجر مع الله تبارك وتعالى وهو من التائبين والعابدين والسائحين والحامدين الراكعين الساجدين سيدنا ومولانا أبو الفضل العباس عليه الصلاة والسلام، حينما قدم تلك الروح العزيزة الطيبة فداء للنهج الإلهي، فداء للطريق الحسيني، فداء لما أراد الله تبارك وتعالى حتى تقام حدود الله تبارك وتعالى في الإنسانية جمعاء. إخواني الأعزاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حتى نكون من الذين يتاجرون مع الله تبارك وتعالى بأنفسنا بأموالنا بما نملك، ليكون مكاننا ومقرنا ومستقرنا
الجنة بإذن الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت شيخنا الفاضل، وطيب الله لك الأنفاس. وافر الشكر والامتنان لجناب الشيخ الدكتور منجد الكعبي على ما بين من هذه المضامين السامية، ونسأل الله تعالى كما دعا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لهذه المنزلة العظيمة، وأن يكون إن شاء الله سيدي ومولاي أبي الفضل العباس عليه السلام وكذلك سائر آل البيت قدوة لنا نسير على خطاهم ونقتفي أثرهم إن شاء الله، وصولا إلى رضا الله سبحانه وتعالى والفلاح بالدنيا والآخرة. مشاهدينا الأكارم، وصلنا سريعا وإياكم إلى الختام، وفي الختام لا بد من شكر، وافر الشكر والامتنان لمركز الكفيل، وهو ينقل لكم هذا البث المباشر والحي من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب سيدي ومولاي أبي الفضل العباس عليه السلام. كذلك لمن الآن تشاهدون من خلال قناة القرآن الكريم، ولكل من ساهم في هذا المحفل المبارك. الشكر موصول لكم على حسن المتابعة والإصغاء، على أمل أن نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في نفس الزمان والمكان. إلى ذلك الحين أستودعكم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.